بسم الله، أول حاجة كده معايا نُص كيلو من الدقيق، هاضيف عليه معلقة كبيرة من السكر، وهاضيف معلقة كبيرة من الخميرة، وكمان هاضيف رشة من الملح بسيطة. بعد كده هاضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر و3 معالق كبار من السمسم، وده اختياري، حاباه ضيفيه، مش حاباه ما تضيفيهوش، حابة تحطي أي منكهات بقى شمر ينسون، حبة البركة، أي حاجة أنتِ حاباها ضيفيها، تمام، وأقلب بقى كويس جدًا بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، وبعد كده باجيب بقى كوباية خليط بين السمنة والزيت، يعني نصها سمنة ونصها زيت، حابة تخليهم الاتنين سمنة يعني تبقى كوباية سمنة أو كوباية زيت براحتك خالص وزي ما أنتِ حابة. أهم حاجة عندي بقى إن إحنا بُصّوا زي ما أنتم شايفين كده ولا عجان ولا أي حاجة، هي مش هتاخد معاكِ وقت تمامًا، المهم إن إحنا ندسّها كويس جدًا ونجيب كوباية إلا ربع من المَيّة أو الحليب ونبدأ نلم العجينة بتاعتنا، هي مش بتتعجن، هي يا دوب بس بنلمّها. لميتها بقى بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، وهاجيب نُص كوباية من الجبنة التركي المقطعة صغير كده، وده المكون اللي باقول لكم عليه، خلّى طعمها يا جماعة خطير، قد إيه بقى طعمها حلو وسهلة وسريعة، وكمان مش هتاخد معاكِ وقت تمامًا. غطيتها وسبتها تخمر لحد ما بقت بالشكل ده، باجيب بقى صاج كبير كده عندي مقاس 30 في 40 أو اعمليها على صينيتين لو عندِك، يعني لو الصاج ده مش موجود عندِك اعمليها على صينيتين مش هتفرق، واروح بقى واخداها كده دهنة الصاج بالسمنة وابتدي أفردها بالشكل ده في الصاج، شُفتوا بقى سهولة وبساطة كده؟ ما فيش بصراحة، اتفردت معايا في أقل من دقيقة، وبعد كده جبت قطّاعة أو سكينة وبدأت أقطّعها، قطّعيها بقى بالشكل اللي يعجبِك، حابة تقطّعيها زي كده، أنا حبيت أقطّعها بشكل القراقيش التقليدي خالص، حابة بقى تقطّعيها مربعات وكل مربع تقطّعيه 2 تبقى شبه المثلث كده، براحتك خالص وزي ما أنتِ حابة، وعايزة أقول لكم إن النُص كيلو ده رمى كمية كبيرة جدًا من القراقيش، حلوة بقى جنب كوباية شاي بلبن الصبح، حلوة بقى لمّا نكون على البحر كده واخدينها معانا ومعاكِ ترمس شاي، بجد بتضبّط الكلام، طعمها في منتهى الجمال. هتعجبِك جدًا، باخلّص بقى التقطيع بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، وبعد كده بقى باسيبها تخمر حوالي 5 دقايق في الوقت ده أو 10 دقايق، في الوقت ده باكون مشغّلة الفرن على درجة حرارة 180، لو ال180 عندِك عالي قلليها شوية عشان تقرمش وما تطلعش معاكِ طرية، فباسيبها كده بقى باحطها في الرف الوسطاني وباسيبها لحد ما تستوي، لو ما خدتش لون من فوق باشغّل لها الشواية وبُصّي بتخرج جميلة، وهي سخنة بقى بعيدة على تقطيعها تاني لكن مش باحرّكها من الصينية، وبتطلع معايا بقى لمّا تبرد خالص باروح مطلّعاها تطلع معايا بكل سهولة، بُصّوا جميلة إزاي، بألف هنا وشفا وبس كده.